لسه مكملين مع بعض وصفاتنا السريعة. هنعمل النهاردة مع بعض أكلة شعبية، أكلة من التراث القديم، أكلة بتاعت أجدادنا، أكلة بتدي ريحة كده في البيت وبتدي جو حلو جدا بيفكرنا بأيام زمان. أكلة مفيش حد في الصعيد ما بياكلهاش، بجد أكلة صعيدية بس حلوة جدا. دي من الأكلات الشعبية اللي بيتميز بيها أهل الصعيد، بجد حلوة جدا. يلا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. هنعملها بطريقة سهلة خالص. انا معايا بصل اخضر غسلاه ومنضفاه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن استخدم بصل ابيض وكرات، ممكن استخدم البصل الاخضر دوت بالحاجات بتاعته الخضرا اللي من تحت دي. ومعايا نص كيلو من الفول مغسول ومنقوع من بالليل، ومعايا كزبره وبقدونس وخمس فصوص من الثوم. هغير الميه اللي انا كنت ناقعه فيها الفول واحطه كده على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين بميه تاني جديده. وهنزل بالكزبره والبقدونس مفيش شبت، وهنزل بخمس فصوص من الثوم، وهنزل بالبصل بتاعي اقطعه سلايس كده زي ما انتوا شايفين. زي ما اتفقنا ممكن نستخدم بصل ابيض عادي ونستخدم حزمة من الكرات، بس دوت بيديها طعم احسن يعني. هنزل بقى بالملح بتاعي، هظبط الملح على حسب بقى ما تحبوه. وهنزل بكمون، هي مفيش اي توابل غير الملح والكمون بس، متاخدش توابل كتير عشان ما تغيرش طعمها. هدوب بقى الملح كده والكمون كويس كده معاهم. ودوقي معلقة من الملوخية الناشفة. الملوخية الناشفة بتدي تيست عالي قوي، وبتدي يعني بتخلي طعم البصارة في حتة تانية، بتعلي التيست بتاعها وبتخليه تحفة. هستخدم بقى كمان باكت من النعناع او معلقة برضو من النعناع الناشف، برضو بتخلي التيست الملوخية مع النعناع الناشف، بتودي الطعم في حتة تانية خالص، بتعمل تيست حلو قوي. وريحة كمان، ريحة النعناع بتبقى حلوة جدا مع البصارة، والملوخية الناشفة بتبقى حلوة جدا مع البصارة. طبعا بتوع الصعيد عارفين انا بقول ايه ومجربين اكيد الطريقة ديت وعارفين ان هي بتطلع رائعة. هقلبهم بقى كويس كده مع بعض، وهسيبهم يستووا مع بعض. وهي بتستوي هجيب بقى بصلتين كبار، وهبدأ ان انا اقطعهم بالمبشرة اللي هي بتاعة البطاطس. شرايح رفناها خالص، سلايس كده رفيع خالص عشان تكون مقرمشة معايا. شايفين حلوين قوي. البصل نفسه رقيق كده ورفيع، فهيبقى محمص وطعمه كريسبي حلو قوي. هجيب زيت سخن وابدا ان انا انزل فيه بالبصل زي ما انتوا شايفين، من غير ما اضيف بقى نشا ولا دقيق ولا اي حاجه خالص. هنزل بالبصل في الزيت السخن زي ما انتوا شايفين كده، وهبدا ان انا احمرهم لحد ما يدوني اللون اللي هو الذهبي دوت. هنشوف مع بعض المرحله اللي احنا عايزين نوصل لها، لان احنا لو غمقنا عن كده بيمرر وبيكون طعمه مش حلو. فاحنا عايزين كده اللون بتاعه يكون لونه ذهبي، اللي هو مش الذهبي الغامق، كمان يكون ذهبي كده فاتح، بيكون طعمه حلو جدا. ولازم ايدي تكون فيه كده عشان كله يكون لون واحد، ما يتحرقش مني من الحروف ويكون ني البصل، فلازم يكون كده لون واحد. شايفين هو اللون الذهبي الحلو دوت. هو باين ان هو طري بس هو مش طري، هو كريسبي خالص. اول كمان ما بيشم الهوا بيكون يعني كريسبي اكتر، يعني لما بيشم الهوا بيكون حلو جدا. هنشوف مع بعض شكله هيبقى عامل ازاي، بجد حلو قوي. اصفيه كويس من الزيت واطلعه على مناديل المطبخ. شايفين البصل كريسبي ازاي، حلو قوي، من غير اي حاجه خالص، ولا نشا ولا دي ولا اي حاجه خالص. هنا بقى البصاره بتاعتي هي على النار. هبدا ان انا احط لها كبشتين كده من الزيت السخن اللي انا عاملاه محمره بيه البصل. بيخلي التست تحفة، بيرفع من التست بتاع البصارة، لان الزيت واخد طعم البصل كده فبيديها طعم حلو قوي. واسيبها بقى تستوي مع بعض خالص لحد ما كل حاجة فيها تتهري كده وكل حاجة تختفي معالمها خالص زي ما انتوا شايفين كده. هسيبها بقى تهدى شوية وهضربها كويس بالهاند بلندر وهي سخنة. لو هضربها في الخلاط هستنى عليها شوية لحد ما تبرد واضربها في الخلاط. وهنزل عليها بمعلقة برضو من الزيت وانا بضربها،
بس خلاص جهزت معايا، يا دوبك تاخد غلوتين على النار بعد ما تتضرب في الخلاط او بالهاند بلندر، وبألف هنا وشفا. شايفين احلى بصارة واحلى قوام واحلى شكل، ولونها حلو جدا. شايفين لونها حلو، وشايفين البصل كمان حلو ومكرمل كده ومحمص، يعني طعمه حلو قوي وكريسبي. هو بيديها طعم حلو قوي. دي التقلية بتاعتها، بجد حلوة قوي. متنسوش لو عجبكم الفيديو تضغطوا على الاشتراك وتفعلوا زر الجرس.